بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عندنا كلمتين alone و lonely. يلا بينا نشوف الفرق ما بينهم. تعالوا نشوف الأمثلة كده هتوضح لنا أكتر بعدين نوصل للنتيجة. I like to be alone when I read. هنا بيقول ايه؟ أنا أود أو أنا أحب أن أكون بمفردي. يبقى كلمة alone هنا بمعنى بمفردي. when I read عندما أكون بقرأ، يعني أنا بحب أكون لوحدي، يعني قاعد لوحده او في مكان لوحده، ومش شرط ان هو يكون زعلان او حزين، ممكن اكون قاعد لوحدي بس مبسوط. هنا she is alone but she is smiling، زي المثال بتقول هي تكون بمفردها او لوحدها ولكن هي تبتسم او بتضحك. يبقى ده ملوش علاقة بالشعور، ولكن ده علاقته كلها بان هو لوحده في مكان ومحدش معاه. انما لو قلت he is with friends يعني هو يكون مع الأصدقاء but he feels lonely ولكن يشعر بالوحدة، يعني هو ممكن يكون قاعد في وسط أصدقائه ولكن عنده شعور داخلي بالحزن والوحدة، ان هو مش متفاعل أو مندمج معاهم. يبقى lonely هنا خاصة بالإحساس. she felt lonely after moving to a new city، يعني هي تشعر بالوحدة بعد ما اتنقلت إلى مدينة جديدة. مش المقصود بها ان هي عايشه لوحدها بعد ما اتنقلت لمدينه جديده، ولكن هي ممكن تكون قاعده في وسط عيله في وسط الناس كتير، ولكن هي احساس داخلي بالوحده وبالحزن. يبقى الفرق ما بين alone و lonely ببساطه كده، alone بتؤدي الى ايه؟ موقف يدل على الموقف، الشخص ده ان هو بيعيش لوحده by himself، يعني بنفسه او بنفسها، عايش مع نفسه. مش شرط ان هو يكون حزين، ده ملهاش علاقة بالشعور. ممكن يكون عايش لوحده، هو اللي مختار كده بمزاجه بنفسه، او يكون مبسوط. lonely ديت خاصة بالشعور او الاحساس، يعني ممكن يكون قاعد في وسط عيلته او وسط اصدقائه ولكن ده شعور داخلي بالوحدة، حزين، يبقى ده فيه حزن. ولكن alone مش شرط ان هو يكون فيه اي مشاعر اصلا، يعني ممكن واحد يكون قاعد لا بيحس بفرح ولا بحزن ولكن هو قاعد لوحده. انما lonely حتى لو ما بين مجموعة او اصدقاء ولكن الشعور داخلي بالحزن او بالوحدة او عدم الاندماج. وبكده نكون وصلنا ان احنا فرقنا ما بين alone و lonely، ويا رب تكون وضحت عشان لما تيجي تتكلم او تختار.